السلام عليكم، مساء النور، مساء الود ومساء الأمل. مرحبا بكم في قناة سفر، قناة صوت الأمل. البودكاست ديال اليوم غادي يكون شوية مختلف على البودكاست اللي فات اللي هضرنا فيه على السوشيال ميديا اللي خدات حياتنا. البودكاست ديال اليوم غادي نهضر فيه على تنظيم الوقت. البودكاست بعنوان بغيت ننظم وقتي وما عرفتش كيفاش. بما ان الاغلبيه ديالكم كيتبعني على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في الستوري وفي الفيديو اللي كندير اللي كندير وكتشوفوا الطريقه باش كنكون ديما اكتيف ومنظمه وقتي الى اخره، ومن بعد بزاف ديال لي ميساج كيوصلوني على هذه القضيه هذه بالضبط. فكرت انني ندير بودكاست يهضر على تنظيم الوقت. فعلا في قناتي الاولى دايره فيديوهات على تنظيم الوقت، ولكن هذا البودكاست هذا بالضبط بغيت نهضر فيه على جوج ديال المحطات. المحطه الاولى اولا غادي نهضر لكم على العشوائيه اللي هي السبب الرئيسي في عدم التنظيم، ثم المحطه الثانيه غادي نطرقوا الطرق ديال تنظيم الوقت اللي كل واحد فيكم يقدر يختار منها طريقه ويتبعها على حسب النظام ديالو في حياته ولا على حسب الطريقه باش كيعيش حياته. والمحطة الأولى اللي غادي تحط فيها طائرة سفر الرحال ديالها هي العشوائية، سبب رئيسي في عدم التنظيم. يعني قبل ما نعرفوا الطرق باش غنظموا وقتنا خصنا نعرفوا شنو هما الأسباب اللي كيخليونا ما نظموش هذا الوقت هذا واللي كيسبب مشكلة لبزاف ديال الناس. إذا في هذه المحطة هذه غادي نهضروا على 6 ديال الأسباب ولا 6 ديال الأفكار كتبقى السبب الرئيسي في عدم تنظيم الوقت. والسبب الاول اللي كيخليكم ما تكونوش منظمين وقتكم مزيان هو الاعتقاد الخاطئ ان التنظيم لا يفيد. هذه الفكره هذه ربوها فينا من الصغر، كلشي كيقول لنا ايوا الا نظمتي وقتك من بعد ما غاديش تقدر تنظم وقتك، لا واش باش غيفيدك داكشي وراه ما غاديش دير كلشي الى اخره. هاد الفكره هذه تربات فينا منذ الطفوله. زيد عليها فاش كنا صغار، فاش كنا كنقراو ما كانوش كيعلمونا كيفاش ننظموا الوقت نهائيا، كنا فقط كنتلقاو المعارف. اما التنظيم ديال الوقت كيبقى واحد الحاجه اللي هي اساسيه وللاسف ما تعلمناهاش. ولكن نقدروا نقولوا هاد الاجيال هذه دابا في البروغرامات الجديده، يعني في البروغرام الجديد ديال التعليم كاين دروس حول تنظيم الوقت، ولو انها قليله ولكن على الاقل كاين واحد شويه ديال الامل. حنا كبرنا على داك الاعتقاد ان التنظيم غادي يفيدنا بحتى شي حاجه، خصني ندير وفي الاخر غادي ندير غير وحده ولا جوج. اذا لاش غادي ننظم وقتي؟ اذا من السبب الاول اللي كيتسبب في هذه القضيه هذه ديال العشوائيه هو هذه الفكره الخاطئه اللي هزيناها وجبناها معنا من الطفوله. اما السبب الثاني اللي كيخلينا ما نكونوش منظمين في وقتنا وفي حياتنا بصفه عامه فهو التعلق بمنطقه الراحه. بزاف ديال الناس عزيز عليهم يبقاو في ديك الحاجه اللي كيديروا ولا في ديك الحاله اللي عايشين فيها وما كيهمهمش انهم يخرجوا منها وما باغيينش اصلا هما يخرجوا منها. هادشي كيكون بطبيعه الحال في قرارات انفسهم، واخا كيقولوا لا راه بغيت ننظم وقتي، بغيت نكون احسن، بغيت كذا، ولكن كيكذبوا على راسهم، لان في اللفون ديالهم يعني في الداخل ديالهم هما موالفين ومرتاحين بديك الحاله اللي عايشين فيها. يعني ما يمكنش واحد الشخص عايش واحد المنطقه ديال الراحه وتلقى فيها راحته انك تخرجوا منها الا ما كانش هو براسو مقتنع ومن قرارة نفسه باغي يكون احسن. وبالتالي حتى تنظيم الوقت على نفس الحاجه. اذا كنتي موالف انك تكون انسان عشوائي واخا كتقول ديما انك بغيتي تنظم وقتك، راه ما عمرك غادي تنظمو الا كنتي انت اصلا مرتاح في ديك العشوائيه ديالك. اذا من الاسباب الرئيسيه اللي كتخليك انك ما تنظمش وقتك هي تعلق ديالك الشديد بمنطقه الراحه. أما ثالث سبب في المحطة ديال العشوائية فهو التعود على سوء التنظيم. بزاف ديال الناس من صغرهم من الطفولة ديالهم موالفين أنهم يكونوا عشوائيين، يعني وسوء التنظيم عندهم يعني شي حاجة عادية جدا. يقدر ينعس البيت مخربق، يقدر ينعس بين مكتوبة مرونين، شي طيح هنا شي هنا، وعادي عنده ناعس بكل هدوء ومرتاح. هذا الشخص هذا بالضبط كيكون كبر على هذه القضية هذه، يعني موالف سوء التنظيم. وخاطر هو كيبقى يقول بغيت ننظم
وقتي، ولكن راه موالف انه وقته يكون يعني ضايع وسوء تنظيم عنده في حياته بصفه عامه. حتى شي حاجه معقده حتى من بيته اللي هو اصلا خصو يكون الحاجه الاولى اللي تكون مقاده في حياته، فما كيكونش منظم، وبالتالي ما عمره غادي ينظم وقته الا بقى على هذه العادات هذه السيئه. وفاش كيكون الشخص متعلق بمنطقة الراحة في حياته، يعني الكومفورت زون عنده شي حاجة اللي هي مقدسة، ومتعود كذلك على سوء التنظيم، حتى شي حاجة ما منظمة، حتى من فراشو ما منظمش او حوايجو ما منظمش، اذا هذا الشخص هذا راه ما عمره غادي يتعلم يكتسب عادات جديدة، وخصوصا عادة تنظيم الوقت. اذا السبب الرابع اللي كيخليك تعيش ديما في العشوائية هو عدم اكتساب عادات جديدة، ولا عدم القابلية لاكتساب عادات جديدة. العادة الجديدة اللي كنهضروا عليها واللي كنركز عليها في هذا البودكاست هذه هي العادة ديال تنظيم الوقت بطبيعة الحال. ما عمرك غادي تخلي العادة ديال تنظيم الوقت شي حاجة اللي هي يوميه ولا دائمه الا ما كنتيش كتخدم على راسك، او الا كنتي باقي مرتاح في ديك المنطقه الراحه ديالك ومتعود على سوء التنظيم في الامور اللي هي بسيطه. هاد العاده هذه راه كتبغي بزاف ديال المجهود وبزاف ديال المحاولات باش تقدر انك تكتسبها. انا باش نكتسبها راه دوزت من بزاف ديال المحاولات وبزاف ديال سميتو، يعني كنحاول وما كنلتزمش، وزيد عليها ما كتعجبنيش الطريقه كنحاول نقلب ونجرب طريقه جديده، ولكن فاش لقيت الطريقه اللي مناسباني خليتها عاده مكتسبه عندي. اذا السبب الرابع هو عدم اكتساب عادات جديده، وهو اللي كيخلي العشوائيه تبقى في حياتك ديما يعني ملازمك. وخامس سبب كيخلينا نعيش دائما في العشوائية في حياتنا هو الاقتناع الخاطئ أن التخطيط الذهني كافي. حنا موالفين من صغرنا اننا قبل ما نعسو كنقولوا غدا غادي ندير هادي وغادي ندير هادي وغادي ندير هادي. الغدا كيصبح شنو كندير من دوك الحاجات؟ كندير واحد الحاجه اللي هي مهمه وملزم انني نديرها بزز مني، يعني شي حاجه اللي هي ضروريه بزاف. بقيه الحاجات اللي فكرت انني نديرهم ما كنديرهمش، يعني تقدر تجي شي حاجه اخرى غير مهمه ونسبقها، يعني كنبقى عايش في العشوائيه. حيت علاش؟ مقتنع ان هذاك التخطيط الذهني اللي درتو بالليل راه صافي خلاني ننظم وقتي، هو في الحقيقه راه ما كاين لا تنظيم لا والو. نقدر نغير في اي لحظه داك التخطيط اللي درتو بشي حاجات اللي هما ماشي مهمين، وبالتالي كنبقى نتخبط في العشوائيه من هنا لهنا، وكتبقى حياتي ديما مرونه ووقتي ما منظمش. واخيرا السبب السادس اللي كيتسبب في هذه العشوائيه هذه اللي كنهضروا عليها في هذه المحطه الاولى من البودكاست ديالنا هو عدم القدره على الالتزام. عدم القدره على الالتزام هي السبب الرئيسي اللي كتخلي الشخص انه ما عمره يكون عنده واحد تنظيم محكم وجيد لوقته، وكيبقى ديما وقته ضايع ومخربق الى اخره، لانه هو كشخص غير كيحاول انه ينظم وقته ولكن ما مقتنعش باهميه تنظيم الوقت، وبالتالي مع المده ما كيكونش ملتزم. يقدر يكون واحد الفتره جا داك الحماس ديال التنظيم كينظم واحد يومين 3 ايام سيمانه بالكثير، السيمانه الاخرى كيلوح كلشي وكيرجع لداك التخطيط الديني اللي موالف وديك العشوائيه اللي موالف. اذا اخر سبب كيتسبب في العشوائيه هو عدم القدره على الالتزام. ومن بعد ما تعرفنا على هاد الاسباب هادو غادي ندوزو في المحطه المواليه الى طرق تنظيم الوقت، وهاد الطرق هادو هما طرق اللي كنعتمدهم انا شخصيا كلهم باش ننظم وقتي. ومن بعد ما وقفت الطائرة ديال السفر في المحطة الأولى اللي كتهضر على العشوائية كسبب رئيسي في عدم تنظيم الوقت، غادي ندوزو للمحطة الثانية والمهمة في هذا البودكاست هذا كله، وهي محطة طرق تنظيم الوقت. في هذه المحطة هذه غادي نشارك معكم كذلك 6 ديال الطرق كننظم بها شخصيا وقتي وتعلمتها يعني واستفدت منها وكنطبقهم كاملين، ماشي كنطبق حاجه وكنخلي حاجه اخرى، ولكن كنحاول نوفق بيناتهم وننظم بهم وقتي. اذا هذه المحطه هذه غادي نخصوها لطرق تنظيم الوقت. وباش ننظم وقتنا اول حاجه ممكن نعتمدوا عليها هي وضع لوحه الاهداف او الفيجن
بورد. هاد اللوحه هذه اللي مؤخرا كلشي ولا كيديرها، يعني كيصاوب واحد اللوحه في خصوصا في بدايه كل سنه، واحد لوحه كدير فيها صور على الامور اللي بغيتي تحققهم في حياتك، عندهم علاقه يعني بالاهداف ديالك في هذه السنه هذه. كتكون اهداف حياتيه، اهداف مرحليه، اهداف سنويه، اهداف شهريه، اهداف اسبوعيه، يوميه الى اخره. يعني كنطلقوا فيها من العام الى الخاص، من اهم الاهداف يعني الكبرى الى الاهداف الصغرى. هاد اللوحه هذه راه كاين بزاف ديال النماذج ديالها في بنترست. دخلوا لبنترست وكتبوا فيجن بورد وغادي تلاقاو بزاف ديال الاشكال ديال الفيجن بورد. صراحه انا ما عمري صوبت هكا فيجن بورد بصور نسقهم الى اخره، وكنفكر ندير هاد الحاجه هذه ونجربها، ولكن كنديرها بطريقه واحده اخرى. يعني في البلانر ديالي عندي فيجن بورد خاصه بيا فيها اهداف تاعي مقسمين، الاهداف الكبرى، الاهداف اللي هما صغرى، الاهداف في جميع الجوانب ديال حياتي. اذا اول حاجه غادي تخليك او غادي تخليكم تنظموا وقتكم مزيان هو تحددوا الاهداف ديالكم وتصاوبوا واحد اللوحه خاصه بها، او تكتبوهم غير في اجنده عاديه. المهم تكون عندكم واحد الصوره شامله حول الاهداف ديالكم يعني، وتقسموهم. ما تجي تكتبوا اهداف فقط عشوائيه هكا وغاديين، لا، قسموهم. أهداف على مستوى العمل، أهداف في الحياة الشخصية، الأهداف الدينية، أهداف العائلية إلى آخره. أما تاني طريقة كنعتمدها باش ننظم بها وقتي وحياتي، فهي اعتماد روتين يوفق بين جوانب الحياة الأربعة. باش تعتمد شي روتين في حياتك ماشي شي حاجة اللي هي سهلة، بالعكس كتحتاج انك تخدم عليها مزيان وتعاود تخدم عليها وتحاول انك تكون ملتزم. هاد الجوانب هادو اللي كنهضر عليهم واللي شخصيا مقسمه حياتي لهم هما 4. اولا الجانب الديني. الجانب الديني مهم في حياتنا، كما كنجتهدوا في رمضان اننا نصليو في الوقت ونقراو القران، خاصنا حتى في الايام العاديه نبقاو مستمرين على هذا الشيء. نحاولوا اننا نصلوا دائما صلاتنا في وقتها الا الا كان عندنا شي عذر اللي هو قاهر. ثم نقراو دائما الورد اليومي، صفحة أو صفحتين في اليوم فهما كافين على الأقل. هادشي على الأقل. أما إلا قدرتي تقرا أكثر أو تقراي أكثر فتبارك الله، راه هي الحاجة اللي مهمة كاع واللي زوينة كاع. ما قدرتيش فصفحة أو صفحتين في اليوم، وخصوصا بعد واحد الصلاة معينة فكافية جدا. وهذا الشيء اللي كندير شخصيا دائما مورا صلاة العشاء، كنقرا صفحة أو صفحتين أو 3 و4 على حسب الاستطاعة تاعي وعلى حسب الوقت ديالي. الجانب الثاني هو الجانب النفسي ولا النفس ديالي. كيخصني ضروري نعطي واحد الوقت لراسي، نهتم براسي من حيث الاكل، الرياضه، الشكل، يعني اي حاجه كتخصني انا كشخص خصني نهتم بها ونعطيها وقتها وما ننساهاش خلال اليوم ديالي. الجانب الثالث وهو الحياه الشخصيه. مهما داتنا الخدمه، مهما داتنا مشاغل الحياه، مهما داتنا القرايه، ما خصناش ننساو الجانب العائلي، وما خصناش ننساو الجانب ديال العلاقات الاجتماعيه، لانهم مهمين في حياتنا. علاش؟ لان الانسان بطبيعته كائن اجتماعي، ما نقدروش نعيشوا بدون الناس في حياتنا، وبالتالي خاصنا نعطيوهم وقت وندخلوهم في البروغرام ديالنا اليومي. رابع جانب من هذه الجوانب الأربعة وهو الجانب ديال العمل. العمل كذلك، إلا ما كنتي في خدمتك عشوائي راه ما عمرك غادي ترتاح فيها، بالعكس خاصكم تنظموا مزيان وقتكم فيما يخص العمل. وحتى في المحيط فاش كتخدم خاصك تنظموا اولا عاد تبدا تخدم فيه، داكشي كيعاونكم نفسيا باش تكونوا اكثر انتاجيه. ونجيو دابا لثالث طريقه كنتبعها او كنعتمد عليها باش ننظم بها حياتي ووقتي مزيان، وهي وضع برامج محدده المده. حاليا في هذه الفتره اللي كنصور فيها او كنسجل فيها هذا البودكاست هذا، انا متبعه واحد البروغرام، واحد البرنامج حددته فيه شهرين، مده شهرين. هاد شهرين هادي حددت بزاف الحاجات باغا نديرهم، الاهداف اللي بغيت نحققهم، وحطيت واحد المخطط ومتبعاه. يعني مثلا هاد الشهر هذا الاولاني بغيت ندير هادي وهادي وهادي، يعني ما يجيش يسالي الشهر تنكون هاد الحاجات هادو اللي نوطيت
ضربت عليهم في اخر الشهر لانني حققتهم. والشهر الثاني كذلك نفس الحاجه، التتمه ديال داكشي اللي بديتو في الشهر الاول. علاش بالضبط كنحددوا لهاد البرامج هادو المده؟ فاش كدير مع راسك واحد التحدي باللي من هنا لشهرين مثلا غادي نكون حققت هاد الحاجه، فهاديك شهرين راه ما كترتاحش، النفس ديالك كتخدم عليك وكتعاونك انك تقاتل على دوك الحاجات وتحققهم. ماشي بحال الا كنتي قلتي راه غادي ندير من هنا 6 شهور وراه غادي ندير من هنا العام، راه كتلقى راسك درتي شي حوايج وما درتيش شي حوايج اخرين. ولكن فاش كنحطوا برنامج اللي هو محدد كنتلاقاو راسنا متبعين داك البرنامج. مثلا بحال داك البروغرام ديال الباك، من الاول كتكون عارف باللي في اخر السنه راه غادي تدوز الامتحان ديال الباك، وبالتالي من الاول السنه كتكون حاط واحد البرنامج كتتبعه كل شهر باش في الاخر تكون فاش توصل للمرحله ديال الامتحانات ديال الباك الاخيره كتلقى راسك راجعتي كلشي وضابط كلشي. اذا الطريقه الثالثه اللي كما قلت لكم كنعتمدها شخصيا وهي وضع برامج محدده المده. أما طريقتي المفضلة في تنظيم الوقت واللي كلكم كتعرفوها وهي استعمال البلانر. البلانر شي حاجة اللي هي جزء من حياتي وكتشوفوها عندي ديما، وصراحة ما نقدرش نحيد هذه القاعدة هذه، لأن البلانر هي الوسيلة اللي غيرت ليا كل شيء ونظمت ليا حياتي بصفة عامة. مذكرة صغيرة كنخدم بها من شهر يعني لدوجانبر، يعني من شهر 1 لشهر 12 كنظم فيها السنه كامله، وكتبقى في اخر السنه كذكرى على ديك السنه اللي فاتت، كنشوف شنو حققت وشنو درت الى اخره. المهم نجيو نهضروا دابا على البلانر. البلانر هي مذكره او مفكره، سميوها كما بغيتو. كنقسموا فيها يعني بزاف ديال الامور. مثلا كنحددوا فيها الاشهر، وكل شهر كنحددوا فيه شنو كنديروا، المهام الاسبوعيه والمهام اليوميه والاهداف ديالنا في داك الشهر. كننظموا فيها الجانب المالي ديالنا باش نعرفوا كل حاجه فين كنصرفوها الى اخره. كنوطيو فيها اهم الامور اللي بغينا نديروهم ولا بغينا نتفكروهم. كنكتبوا فيها اهم الامور اللي بغينا نتفكروهم ومهمين ومستعجلين خصنا نديروهم. يعني كتلخص لينا حياتنا بصفه عامه. انا من نهار اعتمدت على الطريقه ديال البلانر وليت منظمه. صراحه كيجيو بعض الاشهر ما كنخططش فيهم في هذا البلانر هذه، خصوصا داك الاشهر اللي كيكونوا عندك بزاف ديال ستريس وبزاف ديال الامور مخربقه. ولكن كنرجع في الشهر اللي تابعو كنبدا ننظم عاوتاني من الاول باش نبقى مستمره هكذا. يعني البلانر واحد الحاجه اللي سهلت عليا الحياه بزاف بزاف. ويا قلبتوا شي شويه وكنتو من الناس اللي كيبحثوا في هذا الشيء ديال تنظيم الوقت، غادي تلاقاو بلي الناس كلهم دابا ولاو كيعتمدوا على البلانر في حياتهم اليوميه، لانها هي اللي كتسهل لك حياتك. فاش كتحط كلشي على الورق كلشي كيكون واضح وكلشي كيكون باين، وكتكون متحمس انك تستمر ومتحمس انك توصل داكشي اللي بغيتي. اذا البلانر هي افضل طريقه اللي ننصحكم بها باش تقدروا تنظموا وقتكم مزيان وتحققوا الاهداف ديالكم في الحياه. وإلا كنتو من الناس اللي ما كيقدروش انهم يخططوا على الورق ومرتبطين بالتليفون بزاف بزاف، ننصحكم باش تنظموا وقتكم باستعمال تطبيقات هاتفيه لتنظيم الوقت. والاغلبيه ديالكم اكيد كيجربوا هاد التطبيقات هادو وصراحه هما مفيدين. انا واخا كنستعمل بلانر واخا كندير برامج محدده وكنعلقهم هكا قدامي في البيرو هكا باش نشوفهم، واخا كنجرب كاع دوك الطرق، ولكن حتى الطريقه ديال الهاتف كنعتمد عليها. في التليفون انستاليا التطبيقات كنكتب فيهم الامور المهمه اللي خصني نديرهم، يعني الامور اللي خصني نتفكرهم ضروري. ديجا كنكون منطياهم في البلانر عندي، ولكن كيبقى التليفون هو اكثر حاجه كنهزوها معنا، كنعاود نوطيهم فيها. وفي نفس الوقت كنكتب فيهم بعض التطبيقات منهم الامور اللي خصني ضروري مثلا نمشي نشريهم، الامور اللي خصني مثلا ضروري خصني نمشي نجيبهم ولا ما ننساهمش. يعني بحال هذا الشيء بزاف ديال التطبيقات صراحه كاين بزاف ديال الانواع. فاش تدخلوا للبلاي ستور غادي تلاقوا بزاف منهم، ولكن ضروري يكونوا عندكم لانهم حتى هما كيساعدوا انهم ينظموا الوقت. تقدروا مثلا انستاليو التطبيق وتبداو تكتبوا فيه مثلا التاريخ ديال النهار و6 ديال الحاجات مهمين خصكم ديروهم في داك النهار كما كنديروا في البلانر. تقدروا ديروا حتى في التليفون اذا كنتم من الناس اللي ما كيخططوش على الورق.
اما اخر طريقه كنتبعها وكنعتمد عليها حتى هي في تنظيم الوقت فهي استعمال الملصقات. دابا كاع الا شفتوا مؤخرا خرجوا هاد القضيه ديال لي نوط بزاف الملونين اللي كنلصقوهم هكا في الحيط ولا في اي حاجه باش نوطي فيهم الامور اللي هي مهمه. هاد لي نوط هادو حتى هما نقدروا نستعملوهم في تنظيم الوقت. نقدروا نكتبوا مثلا كما كندير انايا، كنكتب العنوان لهذيك لا نوط وكنكتب الحاجات اللي خصني نديرهم. مثلا فاش غنجي نخدم في البيرو بغيت ندير هادي وهادي وهادي وخصني نسالي هادي وهادي، كنوطيهم وكنعلقهم قدامي اللي درتها كنعلمها. حتى لي نوط ولا الملصقات يقدروا يعاونونا في تنظيم الوقت. نقدروا نكتبوا فيهم الامور اللي كنديروا قبل ما نبدا الخدمه، نكتب داكشي غادي ندير ونحطه قدامي باش ما نغفل حتى شي حاجه وما ننسى حتى شي حاجه، وهكذا كنبقى دائما منظمه. ومن بعد ما سافرت بكم في العالم ديال تنظيم الوقت اليوم في هذا البودكاست هذا، غادي نقول لكم الى اللقاء في بودكاست اخر ان شاء الله. واذا كان عندكم شي اقتراحات لبعض المواضيع اللي بغيتوا نهضروا فيهم او نهضر لكم عليهم فخليهم لي في التعليق ديالكم، وان شاء الله راه جايين بودكاست وحدين اخرين زوينين. دايره واحد لا ليست يعني لا المواضيع اللي كنتو كتهضروا معايا فيهم في الميساج، وكنحاول انني كل مره ندير فيهم واحد الفيديو هكا، واحد البودكاست اللي نحاول نكون فيه تلقائيه كما قلت لكم في الفيديو السابق او البودكاست السابق، بدون سكريبت بدون شيء، فقط نشارككم الافكار ديالي. واذا كان عندكم اقتراحات او ملاحظات كما قلت لكم ما تنساوش تخليهم لي في التعليق ديالكم. والى اللقاء في بودكاست جديد ان شاء الله.